قريوش بلا سمن وبلا زبده وبلا بيض. اللي هبلتوني عليه كي درتو ستوري في الانستغرام في سهرات رمضانيه مع كاس تايب النعناع. واش نقول لكم، ديروا حسابكم راح يخلص لكم قبل ما يجي العيد. وشوفوا لي الطبرق من الداخل وتقرميش. المهم هيا مع بعض نبداو الوصفه واللي راهي سهله بزاف واللي راح تحتاجوا فيها غير 4 كيلو تاع فرينه. استعملت كاس وزدت لها مرفه صغيره فانيلا، مرفه صغيره سكر، ومرفه صغيره خميره كيميائيه. كما قلت لكم درتها بالزيت برك، درت كاس غير ربع زيت، نفس الكيله اللي كيلت بها الفرينه. ما تتشوكاو ما والو، راح يجي بزاف بنين ويقرمش. بعد ما تخلطونا ونشف كامل مع بعض ونلموها بكيله تاع ماء اللي كنت زدت لها مرفه صغيره تاع معطر ماء الزهر. نحب نستعمله هو خير من الماء الزهر اللي يكون مخفف. تلموا العجينه بلا ما تعجنوها. بعد قسمتها على زوج، خطيتها ترتاح 10 دقائق في الثلاجه. بعد ما ارتاحت العجينه تفتحوها رقيقه بالقنوط مع رشه خفيفه تاع النشا. حاولوا ديروها شكل مستطيل باش نديروا لها الطوريق تجي معدوله مسقمه. بعد ما تفتحوها كما راكم تشوفوا ديروا لها زوج فتحات من فوق وزوج فتحات من الاسفل. ديروها رشه خفيفه من النشا ونطبقوها كما راكم تشوفوا في الفيديو باش دير لنا من بعد التوريق. بعد ما طبقتها خليتها ترتاح 10 دقائق. زدت كملت خدمت الكويره ثانيه بنفس الطريقه وخليتها هي ترتاح. وكان نفتحوا العجينه بعد ما ارتاحت. انا استعملت كيله صغيره وحبيت ندير بزاف حبات، درتهم 10 سنتيمتر القريوش تاعي. نبداو نفتحوا العجينه تاعنا رقيقه ونبداو نموروها ب 10 سنتيمتر اذا حبيتوا ديروا حبات صغار، ولا 15 اذا حبيتوهم كبار. بعد ما تقطعوهم راح ديروا 9 خطوط ولا 10 هي اللي راح تقطعوها. تهزوا الحبه تاع القريوش طبقوها على زوج وتلصقوا مليح الاطراف تاعكم وتحاولوا تدخلوا الحافه تاعها في النص وتخرجوها. وزيدوا نحيوا لها الاطراف هذوك تاع العجين ما تجيب بيان مستيكي. وطيبوها على نار متوسطه باه تطيب لكم مليح من برا ومن الداخل. اذا حابينها للعيد ما تشهروهاش، خبيوها بلا ما تتعسل، ونهار تبغيو تاكلوها عسلوها بشويه سل وماء الزهر. لازم تجربوها للعيد. صحه فطوركم والسلام.